السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، معنا اليوم وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس بأمته، وكان أحرص الأمم وأحرص الرسل بأمته صلى الله عليه وسلم. فما ترك لنا شيئا في أمور الدنيا ولا الآخرة إلا ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخافة على هذه الأمة المحمدية حتى ينجيها من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الوصية جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المعاملات الدنيوية والآخرية في أمور الدنيا والآخرة كلها، جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الحلال بين والحرام بين. وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب لأمته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تجد في هذه الوصية وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك بنفسه. حينما تسمع هذه الوصية الشاملة تحس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك بنفسه. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. شوف الكلام بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صدق الله العظيم في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصية جامعة يريد أن يقول للناس أن الدين واضح، وأن كل شيء في الدنيا مكشوف، لأنه صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. ما خلا كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من أمور الدنيا ولا الآخرة. جمع الله سبحانه وتعالى كل أمور الدنيا في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطبك بأسلوب رقيق، بأسلوب عطف، بأسلوب إنسان حريص عليك. الحلال بين والحرام بين. ما معنى كلمة أن الحلال بين والحرام بين؟ لا يستطيع إنسان أن يسأل عن شيء حلال هل هو حلال أم حرام، فكله يعرفه بأنه حلال. ولا تجد إنسان يسأل عن شيء حرام بهل هو حرام أم حلال. إذا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور إلى 3 أقسام بعد ما سمعنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال والحرام، وبينهما أمور مشتبهات. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الإنسان على الطريق الصحيح، الطريق الذي لا عوج فيه ولا أمتع، الطريق الذي لا يغضب الله سبحانه وتعالى، فيحذر أمته بأن الأمور التي حتى تشك فيها أن فيها شبهة حرام فابتعد عنها. الأمور حتى اللي تشك فيها هل فيها شبهة حرام أم ليس فيها شبهة حرام ابتعد عنها، فهذه هي الأمور التي فيها تشابه. وهناك أمور متشابهات، الأمور التي يجوز للإنسان من خلالها أن يقع في الحرام. لذلك أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه سمع خبرا
وهو العالم الجليل الذي يريد أن يتحرى عن كل شيء، هل هذا حرام أم هذا حلال؟ لا يريد أن يقع في أي شبهة من الشبهات. جاءه خبر بأن هناك شاة خرجت وضمت إلى راع من الرعاة ولا يعلم صاحبها أين هي. يعني في واحد بعد منه شاة وضمت للرعاة اللي هم الجماعة اللي بيرعوا الغنم، ومش عارفينها فين الحتة ولا مع أي راعي من الرعاة، مش عارفين الراعي اللي هو ضمت ليه، وهو ما يعرفش ومحدش سمع خبر عنها حاجة خالص. فسأل أبو حنيفة النعمان: كم عمر الشاة؟ الشاة دي أو عامة يعني الرعاة يبقوا عارفين أعمار الشاة. كم عمر الشاة؟ قالوا: يتراوح ما بين 7 سنوات و8 سنين. يبقى الشاة عمرها يتراوح ما بين 7 و8 سنين. فحرم أبو حنيفة النعمان على نفسه أن يأكل لحم غنم لمدة 7 سنين. لما؟ قال: مخافة أن آكل لحما تكون من الشاة التي خرجت ولم تعد ففيها شبهة حرام فقد وضعت حراما في جوفي. لابد أن يتحرى الإنسان عن الأمور التي فيها شبهة حرام حتى لا يقع في الحرام. يحث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان به نطفة وبه مضغة وهو القلب في الجسد. القلب في الجسد هو الميزان الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان، الذي يعلمه هل هذا حلالا أم هذا حرام. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة، ألا وهي القلب. قلب الإنسان لابد أن يعلم كل إنسان أن به ميزان رباني وضعه الله سبحانه وتعالى في جسده. ميزان رباني ما حدش يقدر يدخل على البرمجة بتاعته، ولا حد يقدر يضع له موازين مخالفة للموازين الإلهية. ما حدش يعرف يلعب فيه، لأنه ميزان رباني وضعه الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تفعل شيئا ووجدت أن هذا الأمر فيه ريبة في قلبك فاعلم أنه بداخله شيء حرام. الميزان الذي يتغافل عنه جميع الناس، من أراد أن يأكل الربا وهو يعلم أن هذا حرام وأن قلبه غير راض عنه وأن الميزان الرباني رافضه، يأتيه بطرق أخرى. من أراد أن يأكل مال أخيه وقلبه يقول له وضميره الذي وضعه الله سبحانه وتعالى أن هذا حرام، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. انتبه، لا تدخل نفسك في ثغرات ليس لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولو ألقى معاذيره، لو أنك وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى إما اليوم وإما غدا، فاعلم أنه سينصب لك ميزان على ما كان يقوم به الميزان في قلبك. فإن كنت تريد أن تخش هذا الميزان فاعلم أن ميزان الله قائما. اعلم
أن الله عز وجل كما قلنا في لقاء سابق جعل الصراط في الدنيا وجعل الصراط في الآخرة. صراط الآخرة الممتد على متن جهنم الذي يصفه العلماء بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. من يستطيع أن يسير على هذا الصراط؟ من سار على هذا الصراط في الدنيا الذي وضعه له الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. استغفر الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، الميزان الذي يوزن الأعمال يوم القيامة وتوضع فيه الصحف ممتد من الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. قبل أن يفعل الإنسان أي شيء بدون نقاش وبدون أن يسأل هل هذا حلال أم حرام، وبدون أن يتلاعب بالألفاظ، وبدون أن يتوارى في الكلام يذكر بعضه ويترك الآخر، هو يعلم هل هذا حلال أم هذا حرام. لذلك بعد ما سمعنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يسألون العلماء أو الفقهاء عن أن وقع بيني وبين زوجتي شجار وطلقتها مرة ثم مرة ثم مرة. اسأل نفسك، هل أنت تريد أن تحلل ما حرمه الله سبحانه وتعالى ببعض الألفاظ وبعض المعاذير وبعض أن تلقي الأعذار وأني كنت في غضب وأني كنت كذا وأني كنت كذا؟ يريد أن يحلل ما حرمه الله. اسأل نفسك واستفت قلبك وابتعد عن الأمور التي من خلالها تدخل نفسك في الحرام. يقول العلماء أنه من كف نفسه عن الحرام رزقه الله بهذا الأمر بالحلال. يروى أن إنسان شاب من دمشق كان يتلقى دروس علم في المسجد، مقيم في المسجد لتلقي دروس العلم، وضاق به الحال حتى مكث يومان من غير أكل. قاعد يومين مش لاقي ياكل خالص، مفيش أكل. وفي اليوم الثالث ضاقت به نفسه حتى أنه قال: لو كنت أستطيع أن أسرق لفعلت، ولي رخصة، لي الرخصة هنا إلا ما اضطررتم إليه. أنا أطلع حتى لو هلاقي حاجة أسرقها وأكلها عشان أنا كده هموت من الجوع. كان المسجد ارتفاعه ارتفاع
المنازل التي بجواره، يعني البيوت اللي حواليه كانت بنفس الارتفاع بتاع الجامع. فحينما يتسلق الإنسان سطح المسجد فيستطيع أن يسير إلى آخر البلدة على السطوح، يقدر يمشي كده على السطوح إلى آخر البلد كلها زي بعضيها. فصعد فوق المسجد ونظر في أول بيت فوجد فيه نساء تجلس، فغض بصره عنهم وذهب إلى بيت آخر لم يسمع فيه صوت، ولكنه شم منه رائحة الطبيخ. هو جعان بقى وشم ريحة الطبيخ مش لاقي حد في البيت، فقفز في ساحة المنزل، الحتة اللي هي الشرفة اللي في البيت دي، قفز فيها وذهب إلى الرائحة فوجده باذنجان مسوى، يعني لقى باذنجان معمول زي المخدر كده أو زي الطبيخ اللي بيتعمل. فمن شدة جوعه أخذ واحدة وعض منها عضة، خد منها لقمة كده، ولكنه تذكر لو أن هذه اللقمة وقفت في ميزاني يوم القيامة لحاسبني الله عليها. ترك الباقي وصعد بجوعه وذهب إلى المسجد. انظر، يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول أنه من خافني وترك الحرام من أجلي جئته له به في حلال. فلما ذهب إلى المسجد والمعلم يتكلم في الدرس وهو من شدة الجوع لا يفهم ولا يسمع ما يقول، وبعدما انتهى الدرس وانصرف الناس، إذ بامرأة تأتي للمعلم وتسأله فيما بينها. تكلموا كده مع بعضهم ومحدش عارف هي قالت ايه. فنظر في المسجد فلم يجد إلا هذا الشاب، فقال له: يا هذا، أقبل عليك، هل أنت متزوج؟ قال له: إنني لا أملك رغيف عيش فكيف أتزوج؟ أنا مش لاقي حتى مش لاقي رغيف عيش. فقال: هذه المرأة مات زوجها وهي غريبة عن البلد، فتريد أن تعصم نفسها حتى لا يشك فيها شاك أو يظن بها ضار، فهل لك من أن تتزوج بها؟ قال: لا أملك. قال: زوجتك وأنا أدفع المهر، أنا هزوجها لك وأنا لا أدفع المهر. قال له: نعم. خلاص اتجوزها. كان لها عم عجوز يجلس في المسجد، فجاء وكان وكيل هذه المرأة وزوجه بها وأخذته إلى بيتها. فلما دخل البيت وجد أن هذا البيت هو الذي قفز فيه من قريب، هو اللي أنا كنت لسه ناقص فيه البيت. فأخذته وقالت له: هل لك من أكل؟ أنت جعان يعني عايز تاكل؟ قال لها: نعم. جاءت له بهذا الطبيخ الذي أكل منه قريبا، جابت له الباذنجان هو. فلما رأت عضته في إحداهم استغربت، ما حدش دخل المطبخ غيري، فقص عليها القصص. قال لها: لقد وقع مني كذا وكذا وخفت من الله سبحانه وتعالى فما استطعت أن أكملها. فقالت: من مخافتك لله سبحانه وتعالى أعطاك الباذنجان وصاحبته وبيته. انظر إلى حكمة الله. المخافة ليس من الناس، المخافة ليس من أن يراك فلان أو يسمع عنك فلان، ولكن المخافة من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله العلي العظيم أن يطهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الرياء يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان يا رب العالمين.
خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه من فضله العظيم يجبكم. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.